انت جاي تحاكمني على مصادري؟ استاذ احمد، تحاكمني على مصادري لو جاوبني على الموقف. لا ما حاكم، انت ما عندك مصادر، انت حاضر. ايه انت حاضر. ايه ولهذا يعني كل هذا اللي تفضلت به ممكن انه اصدقه، لكن ما مساله الارق فوق الارق، شلون وصل لك الارق مالته؟ ما شلبت بالارق. هسه انت عرفت بالارق مالتي اني؟ انا الان عندي ارق كبير جدا. اسرتي في اربيل، ونسال الله الامان لاهل اربيل. احد اولادي ذهب ليخطب بنتا من عشائر الهركيه، والاحداث في الاربيل اناني في غرق. بالتوفيق ان شاء الله. انت ما اكتشفت عرقي الان. واني بيني وبينك ما تروح. انا جاي اشوف عرقك اللي على جبينك. طبعا اي بقد ما نسال الله الامان لاربيل واهلها. وايضا لعد السيد السوداني ارق لان يوميا طلابه بالعماره. لا العمارة عساها يوميا طلابه بالبصره. حقا زين طبعا مسؤول. هذه الخلافات العشائريه المفروض ما تحدث. طبعا كنا لا كارثه. كنا يصير عندنا ارق، ويصير عندنا عرق في اي مكان، يوميا بالعماره ويوميا بالبصره، في اي مكان، ويوميا بكل مكان. على عبره مال مي ينقتلون 13 واحد ذاك اليوم بالعماره. صحيح هسه خلاف صار. صحيح. حال عشائر، حال عراق. والله تريد تفر الموضوع على اربيل؟ ما طلع عليهم. خلينا نروح لاربيل.